السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم قناة بلمستي. إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو وأنتم في صحة جيدة. وصفة اليوم هي عبارة على حلوى بالموز والكراميل، أنغاتو وبنان والكراميل. إذن هذه الوصفة هي لذيذة بنكهة الكراميل، إن شاء الله تجربوها. نبدأ أولا في تحضير الكراميل. عندي 150 جرام من السكر، أضعهم فوق النار ونخليهم حتى يصبح اللون بني، يعني نتحصلوا على الكراميل. فقط نقصوا للنار، يعني على نار هادئة باش ما يتحرقش السكر. كما لاحظتوا ما استعملتش الملعقة بتاتا في تحضير الكراميل، استعملتها فقط الآن عندما داب تماما السكر. ضفت نصف ملعقة من الزبدة، ومن بعد فرغتهم في المول اللي كنت دهنته من قبل. تقدروا تستعملوا ورق الطهي، يعني تحطوه في قاع المول. هنا أخذت الموز، نقطع الموز على شكل دائري حوالي 1 سنتيمتر. هنا استعملت موزتين في هذه الوصفة على حسب المقادير وعلى حسب المول كذلك اللي تستعملوه. من بعد رايحة نضيف هذه يعني قطع الموز فوق الكراميل. مقادير تحضير الحلوى هي 140 غرام من الفارينة، 125 غرام من الزبدة، ملعقة قرفة، كيس خميرة كيميائية خميرة الحلويات، 100 غرام سكر بني، تقدروا تستعملوا السكر العادي، 3 بيضات. هنا قطعت الموز، ضفت له الزبدة ودمجتهم مع بعض جيدا كما راكم تشوفوا، ومن بعد نضيف المكونات الأخرى. نفرغ الخليط فوق الموز في المول، ومن بعد نحطه في الفرن يطيب على درجة حرارة 180 درجة لمدة 35 إلى 40 دقيقة.
إذا ها هو الجاتو بالموز بعد ما وجد كما راكم تلاحظوا اللون جميل، لون بني. إن شاء الله تعجبكم هذه الوصفة وتجربوها، وصفة بسيطة ولذيذة في نفس الوقت. ألقاكم في فيديو آخر بإذن الله. إلى ذلك الحين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.